ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة كلام في الكورة. لو لسه اول مرة تشوفني واول مرة تتابعنا على اليوتيوب، ادخل دلوقتي حالا نشترك في القناة عشان التقيل بقى هيبتدي من اللحظة دي ان شاء الله. خش دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه ان شاء الله. ويلا بينا نخش على الفيديو السريع ده. أمير توفيق خلص صفقة أحمد قندوسي من نادي وفاق سطيف الجزائري لمدة 4 سنين ونصف. أحمد قندوسي كان داخل في الصفقة نادي الزمالك، كان بيتكلم عليها من يومين ثلاثة إن هو يخلص فيه عشان يعوض صفقة مروان عطية اللي النادي الأهلي خطفها منه. يعني جاي يجيب مروان عطية الزمالك الأهلي خده، جاي يجيب خالد أحمد قندوسي النادي الأهلي خده. أحمد قندوسي لاعب خط نص، لاعب خط وسط زي عمرو السولية وزي حمدي فتحي وزي أليو ديانج كده. خط النص عندك بقى في أمان أمان أمان، يعني لاعب محترف بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لاعب جميل جدا في أدائه في الملعب، لاعب راجل اللي يتفرج على فيديوهات واللي يتابع أحمد قندوسي في نادي وفاق سطيف الجزائري في الفترة اللي لعبها معاهم. لاعب يعني ممتاز جدا، أداؤه عالي، روح قتالية زي ما الأهلي بيتمنى إن لعيبته تكون روح قتالية دايما. هو اللاعب ده فعلا مواصفاته أهلي، مواصفاته النادي الأهلي يعني محتاجة لاعب يعني ما هيحسسكش بغياب عمرو السولية ومعاك مروان عطية، يعني كده تمام. ما يحسسكش بغياب حمدي فتحي، برضه هو موجود، ومروان عطية موجود، وعمرو السولية واليو ديانج. كده خط نص النادي الاهلي بقى بص، عظمه عظمه. وامير توفيق ما اكتفاش ان هو اتفاوض معاه وخلص الصفقه خلاص، مفيش تيك تاك ولا الكلام ده كله. الصفقه انتهت حالا لمده 4 مواسم ونص لحد موسم 2027. احمد قندوسي مع النادي الاهلي، ويا رب يكون اداؤه متميز مع النادي الاهلي زي ما اداؤه كان متميز مع نادي وفاق سطيف الجزائري، ويقدم المطلوب منه واللي جماهير النادي الاهلي عايزاه وبتتمناه في كل لاعب النادي يتفاوض معاه. طبعا الزمالك كان بيتفاوض معاه من كام يوم، بس الصفقة زي ما كان مروان عطية صفقة رست على الأهلي، برضو أحمد قندوسي الصفقة رست على الأهلي. وأحمد قندوسي مش بيلعب خط وسط وبس، لا ده بيقدر يزيد وبيقدر يصنع لك أهداف، صانع ألعاب كويس زي مجدي قفشة. يعني برضو سيبك من السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية، بالإضافة إلى أحمد قندوسي لا في عندك برونو سافيو، مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه، وفي عندك احمد قندوسي. يعني عندك صناع الالعاب زاد واحد، وخط الوسط زاد واحد، والنادي الاهلي مية مية. واشوفكم في فيديوهات تانية جاية كتير يا احلى متابعين على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.